السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من أيام قليلة كنا لسه بنقول كل سنة وحضراتكم طيبين علشان رمضان. دلوقتي خلاص عدى منه أيام وباقي أيام كلها، بس هم رمضان كله على بعضه 720 ساعة ويمكن أقل جدا. اوقات بتعدي ومناسبات بتعدي ونقول يا ريتنا عملنا فيها ويا ريتنا استغليناها. ايام قليله ويروح الشهر ونستناه من السنه للسنه. علشان كده في البدايه دايما بنلاقي المساجد مليانه والناس كلها بتروح التراويح. بعد شويه زي دلوقتي كده نلاقي المساجد بدات تفضى، تيجي تاني قبل ليله القدر ويمكن يعني قبل العشره الاواخر او في اثناء العشره الاواخر، والناس تنشن كده على الليالي الوتريه علشان تلحق بيها ليله القدر. الناس بيجي لها فتور وناس تزعل وتقول اعمل ايه وانا حاسه اني ما بقتش زي الاول، ودخلت رمضان بحماس شديد ودلوقتي بدات ارجع لورا شويه واقلل والهمه بتاعتي راحت. نعمل ايه وايه الحاجات اللي تخلينا نفضل ثابتين ومكملين في الطاعات اثناء رمضان؟ هنتكلم في الموضوع ده ولكن بعد الفاصل استنونا. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن الثبات على الطاعة في رمضان. أيام عدت من رمضان وكلها أيام ويمشي. الحسن البصري له كلمة مهمة جدا، يقول إيه؟ يقول والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين. أمال مين المؤمن في نظر يعني سيدنا الإمام الحسن البصري التابعي الكبير؟ كانت في وجهة نظره بقى إنما المؤمن ليس له أجل إلا الموت، ما أعطي المؤمن أجلا دون الموت. المؤمن هو اللي بيستمر على الطاعة، هو اللي بيفضل ثابت عليها. علشان كده احنا أصلا جوهر ديننا هو دين الاستمرارية، العمل الواحد اللي بتداوم عليه. وكأن كده خلينا يعني نمثلها بحاجة، لو جبنا صخرة كبيرة جدا، صخرة صلبة جدا، وفضلنا كل يوم ننقط عليها نقطة مية واحدة، هنيجي بعد وقت طويل نلاقي مكان قطرة المية اللي بتنزل دي المكان ده اتحفر، وهي في الأساس نقطة مية بتنزل كل يوم، يمكن تتمسح ومحدش ياخد باله منها أو تنشف ومحدش مركز معاها. نقطة المية دي مع الوقت هتعلم في الصخرة، هتعلم لأنها دامت واستمرت. وده جوهر الدين بتاعنا، هو استمرارية العمل والدوام عليه. علشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي العمل خير، أو إيه هي أحب الأعمال إلى الله؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للي بيسأله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحاجة اللي بتدوم هي اللي بتحفر في شخصيتي شيء، هي اللي بتأثر فيا على المدى البعيد. ممكن النهارده يعني يكون عندي مزاج رايق شويه وبال رايق اقوم اقيم الليل، ممكن النهارده اقوم اصلي الفجر، لكن ده مش هيأثر فيا. اللي هيأثر فيا هو العمل المستمر، انا بعمل ايه، وحتى ده كمان انا بعمل ايه مع اهل بيتي. لما بتقومي الصبح ولا بتقومي بالليل كده بتقيم الليل، بتصحيهم معاكي ولا لا؟
قد ايه بتقعدي معاهم وتعرفيهم قيمه الايام اللي احنا فيها، قيمه الشهر الكريم. اوعي انت كمان تقعي مننا ويبقى ما فيش حد بيقوم البيت ده، لا خدي بالك، كل راعي مسؤول عن رعيته، وثبات البيت كله على الطاعه في شهر رمضان مهمه كبيره جدا جدا على الام والاب وعلى الوالدين، انك تقعدي مع الاولاد وتعرفيهم قيمه الشهر الكريم. احنا دلوقتي الايام دي يا اولاد خلاص هتعدي، ده مش وقت لعب. النهارده الاولاد عايزين بعد الفطار ينزلوا على طول ويلعبوا ويشوفوا حياتهم، لا خد بالك، الصيام يعني رمضان بالنسبه لنا صيام في النهار وقيام بالليل. ابني مرتبط بالمسجد ولا لا؟ علقتيهم بالمسجد ولا لا؟ الثبات على الطاعه مهم، ومهمتك انك تقومي اهل بيتك كمان، انت تقومي وتقوميهم معاكم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يعني وانت بتدخلي الجنه خدي ابنك معاكي. طب ايه اللي بيمنعني دلوقتي على الثبات على الطاعه وانا في رمضان مش قادره اثبت وجالي فطور وبدات ازهق وفي حاجات بدات اتضايق منها؟ اول سبب واول مانع بيمنعني من الثبات في رمضان على الطاعه هو الذنوب. الايام بدات تعدي وخلاص، وبدانا نقله في الصيام ونقله في القيام، واصبحت بالنسبه لنا عادات، بنتسحر بالليل ونصحى الصبح صايمين، واصبحت العباده اللي احنا دخلنا الشهر بيها والروح اللي دخلنا الشهر بيها هديت وقلت كتير. بدأنا ما نركزش، بدأنا بقى ناخد بالنا ايه اللي بيتعرض على الشاشات ونتفرج، وممكن حاجات ما تبقاش يعني ما ينفعش نشوفها في رمضان او ما ينفعش نشوفها في الصيام، فيعني ثواب الصيام بتاعنا يقل او غيره، فنبدأ ناخد ذنوب مع ان اصلا الشهر ده هو كلها ساعات معدودة. الذنوب مانع من الموانع اللي بتخليني أثبت على الطاعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو كنت عملت المطلوب منك ده كان هيبقى سبب كبير جدا وباب كبير من أبواب الثبات على الطاعة في رمضان، إني أعمل اللي مطلوب مني وأبعد عن اللي أنا المفروض أبعد عنه. رمضان أيامه معدودة، وعلشان كده باستمرار محتاج أجدد التوبة. مادام المانع من أو باب الحرمان بالنسبة لي هو الذنوب، يبقى الاستغفار، الممحاه، الاستيكه، يعني بلغه اولادنا كده، الاستيكه اللي انا ببعد يعني اي ذنب واي حاجه. ابدأي من دلوقتي جددي التوبه مع الله. كل يوم أنا محتاج أحاسب نفسي على اللي عملته النهاردة وأبعد كده عن الذنوب وأقول يا رب ثبتني. ادعي ربنا دايما، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مواظب على الدعاء ده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يسرني إلى الخير أو يسرني إلى الهدى ويسر الهدى إلي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيدعي بثبات القلب. خدي بالك حبيبة قلبي، القلب والثبات على الطاعة ده يعني أمر توفيقي كبير جدا من رب العالمين، ودايما اطلبي من ربنا الثبات. يبقى أنا عندي أول حاجة الاستغفار وتجديد التوبة. ومفيش مشكلة على فكرة، حتى لو عدت أيام من رمضان عادي، لا زال في العمر بقية، لا زالت هناك أيام باقية، ولا زالت هناك أنفاس تخرج، لا زالت الفرصة قائمة. ويعني الخواتيم مهم جدا جدا. وركزي وقومي. طبيعة الحال احنا بنقوم ونقعد، يعني بنقوم ونتعثر وبنرجع تاني، وممكن نذنب ونرجع، وده حالنا كلنا. وخلق الانسان ضعيفا، الانسان اصلا معروف انه ضعيف. فلو انت بتقع وبتذل وقدمك بتزل، اسال الله الثبات وجدد نيتك وقوم، جدد توبتك مع الله وقوم. احنا لسه في رمضان. الناس بتشوف بقى يعني ما شاء الله أهل الفضل وأهل الخير، في ناس بيجي لها إحباط وتبدأ تشوف فلان اللي ختم 3-4 ختمات، وفلان اللي قرأ كتير جدا من القرآن، وده بيروح وبيقيم الليل، وده عنده باب خير بيطعم وأنا ما عملتش حاجة، فيبدأ يجي له إحباط. زميلي في الشغل اللي كل شويه يبص في مصحفي ويقول لي ها اخبار الختمات معاك ايه، ختمت كم مره وقريت كم مره، ويبدا الاحباط من الوعي الجامعي اللي بيجي لنا. خليك في حالك، خليك فيما أنت تستطيع فعله. ولكن لو كان هذا العمل بقلب سليم وبنية صادقة مع الله سبحانه وتعالى هيكون له أثر كبير جدا. خليك في ورقتك وركز فيما أنت تستطيع استيعابه. ماليش علاقة بفلان ختم كم مرة، ولا فلان بيطعم كم صايم كل يوم، ولا بيفطر كم صايم كل يوم. خليني فيما أنا أستطيع، إلا لو كان في بالنسبة لي بقى صحبة، ودي هنتكلم عنها، ولكن بعد الفاصل استنونا.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن الفتور اللي أصاب ناس كتير مننا. يعني مع مرور أيام كتير عدت من رمضان الناس بتبدأ تتعب ويعني تمل شوية من بعض الطاعات، وأنا أعمل إيه وخلاص رمضان هيخلص، والإحباط اللي بيصيب البعض. وتكلمنا كمان إن من أهم موانع النفحات الربانية اللي تنزل على القلب هي الذنوب. علشان كده أول حاجة لازم أعملها في الفترة دي إني أقوم أجدد النية وأجدد التوبة، ولا يزال في العمر بقية، ولا زالت الفرصة قائمة، ولا زال رمضان موجود، ولا زالت النفحات موجودة. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. لسه النفحات بتنزل، لسه في رقاب بتعتق من النار، لسه في رحمات، ولسه في يعني خير كبير موجود في رمضان. اوعي ابدا تحسي انك احبطتي، ولا اوعي تشوف زمايلك في الشغل كل يوم بيقراوا قران وانا مش قادر، طب انا تعبت، انا مش عادي، عادي جدا. طبيعي ان احنا ممكن يعني نتعب او يصيبنا الملل من شيء، والله يعلم، الله خلقنا سبحانه وتعالى ويعلم ان ده طبيعي. علشان كده فتح لنا ابواب الخير. من اهم الحاجات اللي ترجعني تاني زي ما اتفقنا كده اركز فيما انا استطيع استيعابه. ويعني رمضان الحقيقه هو بيبقى حصاد لما قبل رمضان. في ناس استعدت كويس، وفي ناس بتبقى في رجب وشعبان عملت حاجات كتير جدا فرقت معاها في انها تستمر في رمضان. لكن انا حتى لو انا ما قدرتش اعمل ده، بس الفرصه موجوده معايا اني اقدر اعمل اللي اقدر عليه. واعدوا لهم ما استطعتم، كل حاجه يعني سبحان الله أركز فيها وأعد لها ما أستطيع منها. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده: لا تدري أي الطعام أكثر بركة، يعني فلا تدري أي الأيام أكثر بركة. رمضان كله خير وكله فتوحات، وسيدنا النبي علمنا كده كل ليلة الله عز وجل له فيها عتقاء. يمكن أنا ما لحقتش الأيام اللي فاتت، بس لسه في ليالي باقية، كل ليلة موجودة فيها عتقاء من النار من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بينزل الرحمات حتى لو عدت أيام من رمضان، لكن لسه في أيام تانية موجودة. كل يوم لك دعاء مستجاب وانت صايم، ولك دعاء مستجاب عند الإفطار، ولك دعاء مستجاب فيه موجودة. لا زال رمضان موجود. اوعى يصيبك الإحباط إن عدت الأيام وخلاص رمضان بيروح مني فخلاص هكمل كسل باقي الأيام اللي جاية. لا، المسلم مش كده. المسلم باستمرار عنده همة وبيرجع لربنا سبحانه وتعالى ويسأله الثبات. وكان ده دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هنكمل موضوعنا عن الثبات على الطاعة بعد رمضان، ولكن بعد الفاصل استنونا. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ما لي إليك وسيلة
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن الفتور، ازاي اثبت على الطاعه وانا دلوقتي اصابني بعض الشيء من الملل او الزهق او غيره، وده طبيعي جدا. الله سبحانه وتعالى خلقنا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خلقنا ويعلم ان احنا بالنسبه لنا ممكن نمل وممكن نتعب وممكن يصيبنا الملل شويه، ممكن نكون قصرنا في رجب وشعبان عن الاستعداد، فبالتالي ما قدرناش نثبت شويه، ولكن لا زالت الفرصه قائمه. واتكلمنا قبل الفاصل مع حضراتكم عن بعض الوسائل اللي تساعدني من دلوقتي، بس أهم حاجة لابد يكون عندي أنا إرادة قوية إني أقوم. وطبيعة الحال إن إحنا ممكن نقع أثناء الطريق، والشطارة المؤمن الشاطر الكيس الفطن اللي يقوم ما يثبتش على الإحباط اللي هو فيه، لأ، جدد النية وجدد الدافعية. ودي يقولوها لنا علماء النفس. حتى نلاقي كده ان مثلا رجال الاعمال اول ما يبدا مشروع مهم بالنسبه له، المشروع ده اخذ مجراه وربنا كرمه فيه، يبدا يحب يعمل حاجه جديده او طفره جديده، فيجدد الدافعيه جواه ويعمل حاجه تانية علشان يعيش باستمرار احساس جميل كده في البدايات، يعني يفضل طول الوقت بيبدا الاشياء. ما نبدا برمضان، ما تيجي من دلوقتي نفكر ان رمضان لسه بيبدأ ونجدد الدافعية جوانا. ايه الدافع اللي انا ممكن اخلقه جوايا؟ الشمعة اللي انورها علشان اكمل رمضان بيها. الشمعة دي هي اللي هتحركني من جوه. الشمعة دي ما تخليها ليلة القدر، احنا لسه في يعني ليلة خير من 1000 شهر. لو ركزنا من دلوقتي هنحس ان رمضان لسه ما ضاعش ولا حاجة، لا ده في ليلة جاية خير من 1000 شهر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني كان يعرفنا يعني ايه 1000 شهر كده. لما الصحابة يتكلموا 1000 ده كان بالنسبة لهم أكبر عدد ممكن يشوفوه، اللي هو ما كانش عندهم الرقم مليون، فكان بالنسبة لهم 1000 هي أكبر رقم ممكن يعرفوه. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لهم خير من 1000 شهر، لأن ده بالنسبة لهم العدد أو الرقم اللي يعرفوه. عشان كده ربنا قال لهم خير من، مش بتساوي. طب ما أنا أنور الشمعة جوه قلبي تاني، الدافعية القوية والنية القوية اللي هتخليني أكمل رمضان بروح كبيرة وبروح فيها نوع من من الحماس اللي كان موجود في البداية. جدد الدافعية ان لسه في ليلة جاية خير من 1000 شهر، محتاجة استعداد قوي ومحتاجة روح قوية مش هياخدها الا الشاطر. ربنا سبحانه وتعالى عمل الجائزة الكبيرة في آخر رمضان عشان اللي بيقع ده مش هياخدها. اللي بيقع دلوقتي ويفضل قاعد كده، قاعد في الوقعة اللي وقعها، مش هيلحق ليلة القدر. لكن حتى لو قعدت في النص شوية أصابني بعض الملل، ركز وجدد الدافعية. طيب إيه كمان من الحاجات اللي تساعدني إني أكمل وأثبت على رمضان؟ إني أنوع العبادات. أبواب الخير كتيرة، وحتى إن العلماء يعلمونا إن مثلا قيام الليل اللي هو بيبقى من بعد صلاة العشاء لحد الفجر، قيام الليل ده هو أي عمل يعني يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى. حتى أولادنا الطلبة في المدارس لو ذاكرت بالليل بنية قيام الليل، أنت بتطلب العلم وبتمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى بتزكية النفس، فأنت في قيام ليل. أنا بعمل عمل دنيوي بس نويت بيه وجه الله، ونويت بيه طلب العلم، ونويت بيه إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، أصبح بالنسبة لك قيام ليل. طيب أنا حاسة إني تعبت من الصلاة، مثلا صليت شويه ومش قادره اكمل، خلاص ما فيش اي مشكله، مش قادره اكمل ال 12 ركعه اللي كان سيدنا النبي بيصليهم، خلاص ما فيش اي مشكله. طب ايه اعمل ايه؟ اقراي قران. طيب قرات شويه وحسيت ببعض الفتور، امسكي سبحتك وسبحي. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ده انت ممكن تعمل مكالمه مثلا للام او للاب بنيه صله الرحم وتبقى بالنسبه لك قيام ليل. اي عمل بعد صلاة العشاء يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى فهو قيام ليل. نوع العبادات. لو أصابني الفتور من عبادة أروح لباب تاني، لو أصابني الفتور من شيء أفتح باب تاني، وأبواب الخير كتير كتير، بس ما نضيعهاش من إيدينا. مش لمجرد إن أنا تعبت شوية ولا أصابني الملل ولا حاجة فخلاص بقى أنا هقعد، لا خلاص رمضان ضاع مني ومش هقدر أكمل كده، أنا تعبت. لا، طب ليه؟ لو تعبت من حاجة أكمل في شيء تاني. يبقى إذن بالنسبة لي تجديد النية، التوبة والاستغفار من الذنوب اللي منعتني أكمل بروح قوية، لأن الذنوب هي اللي بتمنع وبتصيب الإنسان بإحباط. فأنا لما داوم على الاستغفار وجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، فده أنا كده بمنع أبواب الفتور بالنسبة لي. تجديد النية، التوبة والاستغفار، الافتقار إلى الله وطلب العون بقى.
الثبات. الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات لا يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا محتاج مع كل ده أفتقر إلى الله وأستعين بالله سبحانه وتعالى. كمان نضيء الشمعة الداخلية، الدافع القوي اللي هو ليلة القدر. أنا جايلي ليلة بعد شوية خير من 1000 شهر، فلازم ألحقها وأسير مع الركب كده وأركب حصان السباق زي ما بنسميه. فأنا عندي لازم يكون عندي الحماس ده أقومه جوه قلبي تاني علشان هو كمان يقدر يكمل معايا في رمضان. أعمال كتير بنعملها علشان نفضل ثابتين على الطاعة أثناء رمضان. هنكمل ولكن بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبنتكلم عن الثبات على الطاعة والفتور اللي جالي والملل. أعمل إيه فيه؟ خلاص أنا صيام كل يوم وعندي قيام ليل، حاسة إني خلاص ما بقيتش قادرة أكمل. استغفار كتير، استغفار كتير، لأن الذنوب بتمنعني أصلا من العبادة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ممكن أكون أنا عملت شوية ذنوب محتاجة مني استغفار وتجديد توبة، علشان كده الذنوب دي جت على قلبي ومنعتني من الاستمرارية. والاستمرارية هي جوهر الدين، جوهر الأعمال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كده: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اثبتي على عمل حتى ولو كان قليل. صلي صلواتك العادية وما تقيميش الليل يا ستي إلا بركعة الوتر بس، أو بركعتين بعد العشاء بس. نبدأ نرجع تاني ولو بقليل من الأعمال. مش عايزين أكتر من ذكرين في الصباح والمساء، وصلاة أي ركعة بعد إن شاء الله، ولو كانت ركعة الوتر بس بعد العشاء قيام ليل، لأن الوتر قيام الليل وسيدنا النبي كان مواظب عليه في السفر وفي الحضر. أو ركعتين بس بعد العشاء. نواظب على الفرائض بتاعتنا وقليل من الأعمال. نرجع قلبنا تاني بالتدريج ونجدد الدافعية جوانا. واوعى تنسى الدعاء، لأن في النهاية كل ده لا يأتي إلا بعون الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يعلمنا. سيدنا النبي كان قلبه سليم، ولكن يعلمنا احنا لما قلبي يقع في الطريق أدعي وأقرب من ربنا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يسرني إلى الهدى ويسر الهدى إلي. استغفار وتجديد توبة ودعاء كتير، ونسأل الله عز وجل الثبات في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نشوف حضراتكم بخير، نور في قلبي. سلام عليكم.